السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ساره، طالبه بكليه طب القصر العيني، والنهارده الفيديو المنتظر اللي انا مأخراكم فيه بقالي اسبوعين او اكتر كمان. بس اعذروني، كان عندي امتحانات وستيل عندي امتحانات وهخلص بعدكم يعني. ف انا اسفه جدا على التاخير. فالفيديو ده ممكن يكون طويل شويه لان انا هتكلم فيه باستفاضه عن حاجات كتير. فلو انت عندك مذاكره دلوقتي او مش فاضي save it watch it later. انا كساره الحمد لله كان مستواي كويس قوي طول حياتي الدراسيه، وكنت دايما بطلع من الاوائل او الاولى يعني. جيت فتره الاعدادي وكان حلمي وهدفي الاكبر ان انا ادخل ستيم. بس جبت مجموعة الحمد لله، وجبت كل الشروط اللي هي محققاها في ثالثه اعدادي، وقدمت. بس للاسف ما نجحتش لان انا ما كنتش اعرف ان في مذاكره قبلها لاختبار القبول. والحمد لله ان انا ما نجحتش لان نظام الثانويه العامه الجديد بجد عاجبني قوي قوي قوي. عاجبني طريقة التفكير ونظام دكتور طارق شوقي. أنا كنت جدا جدا من مؤيدينه ومن الفانز بتوعه. حقيقي بالنسبة لي دكتور طارق شوقي من الناس الفاهمة جدا واللي مخها واعي قوي قوي قوي. بس كان ناقص شوية تعديلات بسيطة في النظام، وبس كنظام توتال نظام ثانوية العامة الجديد بجد كان عاجبني قوي قوي قوي. أنا من أشد المعجبين بالنظام ده، طريقة التفكير. لأن أنا لو كنت في النظام القديم بتاع الحفظ بس ما كنتش هقدر ان انا اوصل لنفس مستوى الناس اللي ما شاء الله اللي بتحفظ بدرجة عالية. فانا كنت مبسوطة قوي ان انا دخلت النظام الثانوية الجديد بعيدا عن ستيم، لان هما الاتنين يعتبر نفس الحاجة في النظام الجديد. فالحمد لله ما نجحتش في اختبارات القبول بتاعة ستيم، ودخلت ثانوية عامة عادي جدا. ولو تانية ثانوي تقريبا عدوا كده، عدوا بسرعة لانهم تقريبا كانوا ايام كورونا والامتحانات كانت في البيت وبتاع. بس انا كسارة انا كنت بذاكر وكنت بدخل امتحان عادي ولا اي حاجة، وكأني جوه لجنة الامتحان بالظبط. فكنت بذاكر لغرض المذاكره مش لغرض الامتحان. وده ساعدني بشكل كبير قوي قوي في ثالثه ثانوي، ان انا مش اول مره هذاكر فيها بالنظام الجديد ومش اول مره هحل بالنظام الجديد. فكنت مسستمه نفسي على النظام الجديد من اول اولى ثانوي، بغض النظر بقى سواء في امتحانات او لا، بس انا كنت بذاكر لغرض المذاكره. والحمد لله في ثالثه ثانوي حصل لي شويه ضربات سواء جسديه او نفسيه او اي حاجه. بس سنة عدت بالاجتهاد والجهد، وان انا كنت دايما بقع دايما كتير قوي. بس بعدها كنت بقوم بنفض التراب من على هدومي واقوم واكمل تاني في دوامة المذاكرة، وان انا عايزة اوصل لحاجة معينة. وبالمناسبة محدش يعرف كتير قوي غير ناس قريبين مني جدا جدا ان انا عملت حادثه في ثالثه ثانوي. كنت في المستشفى ليله امتحان الجيولوجيا، وساعتها ما كنتش شكاءه بكاءه وقعدت اعيط لاصحابي، او قلت لحد اصلا ما قلتش لاصحابي عشان ما ياثرش على مذاكرتهم او عشان ما شتتهمش بيا او ما يقعدوش يقلقوا على الفاضي. فاللي اقصده من كلامي ده انك ما تكونش شخص شكاء بكاء، عادي بيحصل لكل الناس حوادث فعادي. المهم ان انت كل ما تقع تقوم وتفتكر ان ربنا هيجازيك على تعبك ده، وان انت لما تتعب وربنا شايف ان انت بتحاول وتسعى دايما انك تقوم، مجرد السعي ده بس، مجرد النية ان انت تقوم تاني بعد ما تقع، ده ربنا بيجازيك عليه وبيوفقك. وده كل ده بيبقى في رصيدك في النتيجة في الاخر. النتيجة مش مجرد مذاكرة، ده برضو توفيق من ربنا في حاجات كتير. المهم بعد كل اللي حصل ده كله جت ليلة النتيجة، ليلة نتيجة الثانوية العامة. ليلة نتيجة الثانوية العامة دي بالنسبة لي كانت أكتر ليلة انترستنج، إن أنا بفكر في إيه اللي هيحصل بكرة. المهم إن أنا في اليوم ده ما نمتش فيه خالص. هو أنا كان جايلي نوم وكل حاجة، بس ستيل عايزة أخد إحساس إن أنا دايما كنت بسمع الناس بيقولوا في الليالي المهمة من حياتك إن أنت ما بتنامش فيها أو ما بتعرفش تنام فيها. فأنا كنت عايزة أجرب إحساس إن أنا ما نامش بصراحة، بس أنا كان جايلي نوم عادي يعني. المهم ان انا قفلت التليفون وقفلت النت وقفلت كل حاجه، وفضلت قاعده في الضلمه كده ببص في السقف، ومجرد قاعده بفكر وقاعده بتخيل يوم النتيجه وايه اللي هيحصل بكره وهجيب كام والحاجات دي كلها. وبعدين جت الساعه 6 الصبح، ففتحت النت، قعدت اعمل سيرش عن اهم 10 كليات انا بحبهم. قعدت ابحث عن كل الكليات المتاحه لعلم علوم، وايه الكليات اللي انا مهتمه بيها او اللي انا حابه اكمل فيها بعدين، او اللي انا شايفاها بالنسبه لي انترستنج اكتر ومجالاتها حلوه وشغلها بعد كده والكلام ده كله. فكتبت في المذكره بتاعتي 10 كليات انا مهتمه ان انا ادخلهم، وكان منهم بس كليه طب، وهي الكليه الطبيه الوحيده اللي موجوده في علم علوم، طب بشري. كان منهم علوم، كان منهم حاسبات ومعلومات، كان منهم اعلام، كان منهم سياسه واقتصاد، وكان منهم حاجات بالنسبه لي كانت ممتعه قوي. انا طول ثالثه ثانوي ما كنتش بشتغل علشان كليه معينه، ما كانش في
كليه سبيسيفيك في دماغي. كنت دايما بشتغل ان انا اجيب اعلى مجموع ممكن علشان ادخل حاجه معينه. الحمد لله برضو ما تمتش، بس ستيل كان الطب برضو من اولوياتي، لان انا من وانا صغيره كان دايما اغلب اللي حواليا دايما شايفني ان انا هبقى حاجه كويسه، او دايما كانوا بيقولوا لي يا دكتوره. مش هقول ان انا ما اتاثرتش باللي حواليا وبالمجتمع اللي حواليا، بس ستيل انا كان عندي دايما طول حياتي الدراسيه شغف ناحيه المعلومات الطبيه او ناحيه الحاجات الصحيه عامه. كنت دايما بقرا عن الموضوع ده، وكنت دايما بحس ان انا مهتمه اكتر بالمجال ده. هو انا دايما طول حياتي الدراسيه كنت احس ان انا مهتمه بحاجات كتير قوي، يعني كان منهم طب عامه. فالمهم ان انا كتبت 10 كليات انا مهتمه بيهم، بحيث لا قدر الله لو انا ما جبتش المجموع اللي انا عايزه اوصل بيه للحاجه اللي انا كنت عايزاها دي، يبقى قدامي 10 كليات انا متاحين بالنسبه لي ان انا اختار منهم. فالمهم ان الساعه بتعدي ورا الساعه، وقرايبي بيبعتوا لي ان هم مستنيني في اوائل نتيجه الثانويه العامه. انا بالنسبه لي انا كنت مستنيه ان انا اطلع من اوائل، من اول 10، وكان صحابي اللي حواليا كانوا برضه مستنيين. بالنسبه لي الحمد لله ربنا كان رازقني بشويه صحاب كانوا كويسين قوي قوي قوي، وهم دايما اللي كانوا بيطلعوني لقدام، هم دايما اللي شجعوني، هم اللي وقفوا في ظهري، وكان ليهم تاثير كبير عليا قوي قوي. في ثالثه ثانوي كنت دايما ببعد عن اي حد محبط، وكنت دايما مقربه المجموعه دي مني، وسبحان الله كان ربنا دايما بيبعت لي حد معين كده كل فتره هو اللي يشجعني، هو دايما اللي يقول لي ان هو شايف فيا حاجه حلوه، وكنت ببقى واقعه ساعتها هو اللي يطلعني فوق. فانا بجد انا بشكر كل صحابي اللي وقفوا معايا، كل الناس اللي كانت واقفه معايا. المهم ان انا كنت قاعده مستنيه اوائل الثانويه العامه، وصحابي قاعدين مستنيين، وقرايبي وماما وبابا وكلنا قاعدين مستنيين، بس ما جتش من اوائل الثانويه العامه. في الحقيقه انا كنت بدعي ان انا اطلع من اول 10 اوائل، بس الحمد لله ما حصلش، واكيد ده له حكمه من ربنا. المهم بقى ان الساعه جت 12 تقريبا بعدها، والمدرسين بدأوا ينزلوا الطلاب اللي جايبين مجاميع عالية ويباركوا لهم والحاجات دي كلها، وانا الموقع مش راضي يفتح معايا، فبدأت اتوتر، بدأت اخاف قوي. فالمهم ان انا كلمتهم وعرفت منهم ان هم جابوها من على ابلكيشن. فانا طبعا انا ما كنتش واثقه من اي مصدر خارجي غير من موقع الوزاره، بس انا كنت رافضه تماما ان انا انزل الابلكيشن ده او اشوف من اي مكان تاني غير موقع الوزاره. المهم بدأ ينزل ناس كتير بمجاميعهم، وقرايبنا اللي كان عندهم ناس في ثالثه ثانوي بدأوا يتصلوا علينا ويسألوا عن الدرجة وعن النتيجة وايه اللي حصل وكده. فعرفت منهم كلهم ان هم جابوا من على نفس الابليكيشن او من حاجة اسمها الكنترول. فنزلت الابليكيشن واديت لاهلي رقم الجلوس، لان انا كنت مخبيه عنهم رقم الجلوس من اول السنه، من اول ما ظهر رقم الجلوس وانا كنت مخبيه عنهم، لان انا كنت عايزه ان انا اول حد اعرف النتيجه. فساعتها استسلمت للامر الواقع واديت لهم رقم الجلوس وقلت لهم يا جماعه نزلوا الابليكيشن وانتوا حرين. المهم اخويا قام منزل الابليكيشن وقام كاتب رقم الجلوس، وقام باصص لي وقام قايل لي 96%. ساعتها انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، يعني ما كنتش قادره ادي رياكشن. هل دي الحاجه اللي انا كنت متوقعاها؟ هل ده مجهودي؟ المهم ان انا ما صدقتش، وقلت له انت اكيد بتكذب عليا، وده الموقع ده مش معتمد، وانا مش مصدقه، وانا مش مصدقه الموقع ده غير لما اشوف من موقع الوزاره الفعلي. فبس اخويا قام عامل حركه، قام رايح باعت النتيجه للمدرسين بتوعي قبل ما انا ابعت لهم، ودي كانت حاجه مضايقاني قوي قوي. وساعتها قاموا منزلين ان انا جبت 96%. ساعتها ما كانش حد مصدق، لان انا كنت جايبه اعلى حد في اللي حواليا. ف فساعتها كلنا استسلمنا للامر الواقع ان النتيجه دي صح، وان في اكتر من حد جابها لي وكانت 96. فماما وبابا بداوا يحضنوني وساعتها انا بدات ان انا اعيط. بالنسبه لي كانت لحظه مؤثره قوي، ان انا شايفه نتيجه تعبي طول السنه، رغم ان انا لحد دلوقتي مش مصدقه المجموع، يعني مش مصدقه سبحان الله كرم ربنا عليا للدرجه دي. فماما فضلت تعيط وانا قاعده بعيط، وكلنا متأثرين وكلنا مبسوطين قوي قوي قوي. وساعتها لقيت كمية مكالمات وكمية مسجات عندي على السوشيال ميديا، على الواتساب وعلى الفيسبوك على الانستجرام وعلى كل حاجة، كلها بتبارك لي وبتهنيني بالنتيجة. الفكرة ان انا ما كنتش عايزة اتصدم بعد كده من موقع الوزارة ان انا جبت نتيجة اقل، فانا ما كنتش عايزة احتفل بالنتيجة دي غير لما اشوفها من موقع معتمد. مهم ان هو كان يوم سعيد قوي بالنسبة لي، كان اكتر يوم بالنسبة لي انا اتبسطت فيه وانا كنت سعيدة فيه، لانها حاجه انا ما كنتش متوقعاها. كان المدرسين تقريبا في ثالثه ثانوي كلها بيجيبوا لنا اعلى ناس جابت مجموع السنه دي، وهي كانت اول دفعه تابلت، جايبين 93 جايبين 94. وانا كنت بقول لاصحابي واو، معقول انا هوصل ل 93؟ معقول انا هوصل ل 94؟ فبالنسبه لي كان 93 او 94 ده بالنسبه لي واو.
جيت بقى في ثالثه ثانوي واللي هو جبت 96. فبالنسبه لي دي كانت صدمه كبيره قوي بالنسبه لي، اللي هو هل فعلا انا عملت مجهود طول السنه يستحق ده؟ بس اللي اتأكدت منه ان هو كرم من ربنا. هو بالنسبة لي ده سعي، انت بتسعى بأقصى حاجة عندك، وربنا هو اللي بيكرمك بغض النظر عن كل حاجة. ربنا بيكرمك علشان دعواتك طول السنة، علشان دعوات مامتك وباباك، علشان اهلك ودعواتهم، علشان انت وقعت كتير وقمت، علشان انت زي ما قلت لك سعيت ان انت دايما بتسعى وعايز تطلع لقدام، وجواك رغبة قوية ان انت مهما وقعت لازم تقوم. وبس دي كانت احداث يوم النتيجة كلها تقريبا. وطبعا بالليل قرايبنا جم وكنا مبسوطين قوي كلنا و... وساعتها حسيت قد ايه في ناس كتير قوي فرحانالي، وان في ناس كتير قوي كانت بتدعي لي، والحمد لله ربنا استجاب دعواتنا كلنا. في بقى في الاخر شوية حاجات مهمة حابة ان انا اقول لكم عليها. وهي اول حاجة، ما تتضايقش لو حد اول مرة تعرفه او حد اول مرة تكلمه جاي يبارك لك، عادي. ساعتها في الوقت ده كله بتحس ان هو فرحان لطلاب الثانويه العامه بالذات، لان هم بيتعبوا قوي طول السنه. فما تاخدش الموضوع من منظور تاني، واكيد كلكم فاهميني. لا عادي، اتبسط وافرح، الناس كلها بتفرح لك حقيقي اليوم ده. تاني حاجة وهي انك اوعى تنسى فضل مدرسينك عليك بالذات، او اي حد شجعك ووقف في ظهرك. تالت حاجة، حدد كليات معينة تختار منها، بلاش انك توقف نفسك او توقف حياتك على كلية معينة. لو ربنا ما وفقكش للكلية اللي انت كنت بتحلم بيها، او اللي انت متهيألك ان انت كنت بتحلم بيها، صدقني ان ربنا هيعوضك في حاجة تانية بعدين على تعبك ده. الحياة أكبر من كلية بنقضي فيها كام سنة. الشاطر هو اللي دايما بيطور من نفسه، وعنده flexibility وقدرة على الادابتيشن أو التكيف باستمرار مع الحاجات اللي حواليه. وآخر حاجة وهي حاجة مهمة قوي قوي، أحلامنا ما بتنتهيش، وحياتك عمرها ما هتقف على حلم واحد. دور على حلم جديد وابدأ تاني من أول وجديد. حاسة ان انا عملت ريذم بس ما كانش قصدي خالص. وبس في الاخر الحمد لله طلعت من اوائل الجمهوريه، طلعت من اول 500 على الجمهوريه الحمد لله، طلعت ال 253 على الجمهوريه الحمد لله بفضل الله. وطبعا ما كانش ليا توزيع جغرافي، او التوزيع الجغرافي ما كانش بينطبق عليا، فدخلت كليه طب القصر العيني او طب القاهره، مش طب عين شمس، طب القاهره القصر العيني. والحمد لله ان انا بدات احب المكان اللي انا كنت فيه. انا كنت بحبه طبعا في الاول، بس بدات ان انا اقتنع بيه اكتر في الاخر، لان طب برضو ما كانش هي كلية حلمي او الكلية اللي انا بسعى لها طول ثالثه ثانوي. والحمد لله انا راضية فعلا بكل حاجة، ومبسوطة قوي قوي بالمكان اللي انا فيه، ومبسوطة بكل حاجة حرفيا في المكان وانا سعيدة جدا بالتجربة اللي انا اخترت ان انا اكون فيها. وبس ان شاء الله السنه الجايه اللي هيجي منكم كليه طب القصر العيني، انا هكون في الاورينتيشن داي او اليوم التعريفي بالكليه قبل السنه ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله. فحتى لو ما اتقابلناش اليوم ده فان شاء الله نتقابل في الكليه، وساعتها هكون مبسوطه قوي قوي ان احنا بقينا زمايل. وخاصة ان انا المفروض اصلا اكون في ثالثه ثانوي، يعني لان انا داخله بدري المدرسه سنه، فانا المفروض دلوقتي اكون في ثالثه ثانوي اصلا مش اولى كليه. فهكون مبسوطه قوي قوي لما اشوفكم ان شاء الله هناك. ودايما خليكوا في طريقكم، ما تبصوش للي حواليكم، ما تقارنوش نفسكم بحد، ما تقعدوش تفكروا هل هتوصلوا ولا لا. لا دايما اسعوا واعملوا اي اكشن يوصلكم للنتيجة النهائية بس. وبس كده، ربنا يوفقكم يا رب ويكون معاكم. ودايما افتكروا ان كل تعب انت بتتعبه دلوقتي ربنا هيجازيك عليه، سواء بعد كده في النتيجة او في حاجة اكبر بعد كده، لان انت نظرك محدود جدا. وان شاء الله ربنا يوفقكم للكليات اللي انتوا بتحلموا بيها، ويفرحكم دايما، وتكونوا مبسوطين طول حياتكم. وهستناكم تفرحوني اخر السنة، بجد هكون مبسوطة لكم قوي. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى لكم كل التوفيق، سلام.